شكرا بوتين، شكرا روسيا. خلال أقل من 24 ساعة تم إلقاء القبض على المواطن المصري اللي سخر من القرآن الكريم وألقى الخمر على القرآن. تم رصد موقعه بالضبط وإلقاء القبض عليه، وأعلنت السلطات الروسية أن هو سيتم تسليمه إلى دولة الشيشان باعتبارها دولة مسلمة، سيخضع للمحاكمة في دولة الشيشان. وعقوبة التي تنتظره في هذه الدولة الإسلامية شديدة مش عايز أقول التعصب للإسلام، لكن هي شديدة الاحترام والالتزام بتقاليد ومبادئ وأركان الدين الإسلامي، ولا تقبل أبدا أي إهانة للدين الإسلامي والقرآن الكريم، طبعا كتاب المسلمين. وينتظروا الإعدام أو على الأقل تأبيد أو السجن مدى الحياة وفق التقارير الصحفية اللي قالت كده. لكن احنا عايزين نقول المعلومات اللي ذكرتها قناة روسيا اليوم عن هذا المصري. هو في الحقيقة ملحد، كان مسلم وبعدين ارتد عن الدين الإسلامي ودخل مسيحية في طائفة الأرثوذكس، وتزوج واحدة روسية وخلف منها عيل دلوقتي أو طفل عمره 3 سنوات، وبعدين انفصل عن هذه الروسية وحاول يخطف ابنه منها سابقا، وأبلغت الشرطة. يعني رجل له سجل من المشاكل وسجل من الجرائم، وهو لا يعمل في الحقيقة، وكان هرب من مصر في سنة 2019. يعني إنسان واضح إن في عنده خلل نفسي أو خلل عقلي.